في قلب صحراء مصر الهادية وبين الكثبان الرملية الصفراء في سر مدفون. سر مش بس بتحكيه الصخور، ده كمان بتحكيه عظام مخلوقات عاشت فيها قبل ملايين السنين. والسر ده هو وادي الحيتان اللي فيه اتحولت الرمال إلى صفحات من التاريخ، وبتحكي فيه الحفريات قصة أعظم تحول في عالم الكائنات، من اليابسة إلى أعماق المحيط. وتعالوا معانا في مصري إيجابي نتعرف أكتر على وادي الحيتان. وادي الحيتان هو موقع جيولوجي وأثري موجود في محمية وادي الريان في الفيوم بمصر. الوادي ده من أهم المناطق في العالم، واللي بتوثق تطوير الحيتان من كائنات برية لكائنات بحرية. في حفريات نادرة وفريدة لحيتان بتعود إلى أكتر من 40 مليون سنة، وتم فيه اكتشاف أكتر من 400 هيكل عظمي لحيتان بدائية. ولقوا إن أبرز الحفريات تعود لحوت يسمى الباسيلوسور، وحوت تاني اسمه الدرودون. ده كمان طلع الموقع فيه حفريات لكائنات بحرية تانية زي أسماك القرش والسلاحف. وده غير إنه بيتميز كمان بتكوينات صخرية مذهلة وصحراء ساحرة بتجذب الزوار والباحثين. ونتيجة لكل ده تم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2005. دي كانت حكاية بسيطة لوادي الحيتان، اللي من أهم المناطق الأثرية في مصر، واللي ليه دور كبير في جذب السياح والباحثين وغيرهم لمصر.